أصدقائي وحبايب المتابعين، أهلا وسهلا فيكم بأولى حلقات برنامج قصة بتشبهك. معكم جو كريم من الإعداد والإخراج والتقديم. وهيدا البرنامج بتسمعوه عبر قناة منوعات مع جو وموقع جريدة زين الوطن. واسمحوا لي هون وجه تحية لرئيس تحرير موقع جريدة زين الوطن الأستاذ مصطفى صقلاوي. واليوم بدي أحكي لكم قصة بتصير بحياتنا اليومية عن مشاعرنا، كيف بنقدر نشوف الاشياء من جواتنا مش من برا. وهذا البرنامج مساحة لكل إنسان بحب يسمع وبحس ويعيش المعنى الحقيقي للاشياء. مين أنا وشو بشوف؟ أنا جو كريم كفيف البصر. صراحة بس ما بعتبر حالي معاق ولا ناقصني شي، بس بالعكس يمكن بشوف اشياء ما بيشوفوها الناس اللي عندهم بصر، لأنه نظرتي للحياة طالعة من إحساسي، من جواتي، من التجربة اللي بعيشها. ولما بتقولولي شوف هيدا الشي، يمكن ما بشوفه مثلكم، بس بسمعه بحسه وبفهمه بطريقتي أنا. وكتير من المرات بحس بالاشياء أعمق من يلي بيلمع قدامي. الشوكولا مش كل شي بيلمع هو ذهب. أصدقائي وحبايبي المتابعين، بهيدي الفقرة بدي أخبركم إنه مرة كنت بالسوبر ماركت وطلبت من أحد اللي بيشتغلوا بالسوبر ماركت إنه يدلني على صنف شوكولا نوعيته تكون منيحة وحلوة وطيبة. قال لي في عنا شوكولا مغلف بورق ذهبي وشكله طيب وكل الزبائن هون تاخد منه. قمت قلت له أنا أعطيني علبة لجربها. ومن بعد ما رحت على البيت فتحت علبة هيدا الشوكولا. صراحة كانت قاسية وريحتها مش حلوة وطعمتها مش كتير طيبة. طلبت من أحد الأصدقاء يقري لي تاريخ الصلاحية، وكان تاريخ الصلاحية قرب إنه ينتهي. يعني رغم هالغلاف اللي بيبرق مثل الذهب، المضمون ما كان مثل الشكل. هذا الشيء اللي صار معي خلاني أفكر إنه مش كل شي بيلمع هو ذهب، لأنه في اشياء بتلمع من برا بس من جوا فاضي. ما تحكم من برا. الدرس يلي تعلمته إنه ما أحكم على الشي من شكله، ولا إنه أحكم على الناس من شكلهم أو تيابهم أو طريقتهم بالحكي، لأن يمكن العيون بتغشك بس القلب والإحساس هن بيقولوا لك الحقيقة. أوقات منلاقي بحياتنا شخص بدله ساكت بيحمل لك حب الدنيا كلها، وأوقات منلاقي شخص صوته عالي ما في إلا الفراغ. فكر وحس واسمع جواتك قبل ما تحكم على أي شيء من شكله. وقبل ما أختم الحلقة أنا وياكم بدي أقولكم يا أصدقائي، الدنيا مليانة أشكال وألوان وأصوات، بس الحقيقة هي مخبية جوا كل واحد فينا، لأن كل واحد فينا عنده قصة بتشبهه بتحكي عنه، بس الأهم إنه يحس فيها، لأنه الإحساس هو اللي بيكشف الحقيقة. بشوفكم بحلقة جديدة وقصة جديدة، وإلى اللقاء.